السلام عليكم أعزائي المشاهدين، ومرحبا بكم في فيديو جديد. اجتماع بين بيتكوفيتش ورياض محرز، هذا ما نتعرف عليه في هذا الفيديو. ولكن قبل أن نبدأ لا تنسوا دعمنا باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى تصلكم جميع الفيديوهات الجديدة. وبدون إطالة نبدأ الفيديو على بركة الله. كشفت تقارير صحفية أن الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش يعتزم عقد جلسة مع رياض محرز لاعب الأهلي السعودي لإدابة الجليد والفصل في مستقبله مع محاربي الصحراء. وحسب مصدر موقع فاناك فوتبول من داخل الاتحاد الجزائري، فإن بيتكوفيتش يعتزم السفر إلى فيينا، وذلك للقاء رياض محرز الذي سيعسكر رفقة فريقه هناك وتخفيف حدة التوتر بينهما. وكانت شائعات قد انتشرت حول توتر العلاقة بينهما، وتفاقمت بسبب سوء التفاهم الذي أدى إلى غياب رياض محرز عن المعسكر التدريبي الذي أقيم في جوان الماضي، والذي تميز بمباراتي غينيا وأوغندا ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026. ولم يستدعي بيتكوفيتش لاعب الأهلي السعودي في مناسبتين منذ تعيينه مدربا للجزائر خلفا لجمال بالماضي. ويأتي اختيار فيينا لهذا اللقاء بسبب ضيق الوقت وانتهاء إجازة محرز الصيفية، والذي سيكون في النمسا مع الأهلي السعودي لإجراء دورة إعدادية. فإذا صارت الأمور كما هو مخطط لها، فقد يعود لاعب مانشستر سيتي السابق إلى المنتخب الجزائري من المعسكر التدريبي في سبتمبر، بما في ذلك حضور مباراتين رسميتين ضد غينيا الاستوائية وليبيريا في إطار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025. وكان رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي قد أشار في وقت سابق إلى أنه من الممكن عودة رياض محرز للمنتخب في تصفية إفريقيا في سبتمبر، لأن المنتخب يحتاج إلى جميع اللاعبين.